السلام عليكم بنات مايفا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيت باش نشارك معكم الروتين ديالي اللي كان باش كنتهلا في راسي وبطبيعه الحال بالجمال ديالي. هانتوما البنات كيف كتشوفوا هادو لي كريم ديال البشره واليدين الرجلين ديالي. بطبيعه الحال هادو شي حاجه اللي طوب زويونين بثلاثه بهم. ندوي لكم كريم ديال اليدين وكريم ديال الرجلين مرطبين البشره. حاليا دابا في هذا الوقت اللي حنا فيه البشره ديالنا محتاجه التغذيه، محتاجه اننا نغذيوها ببرودويات اللي نخليوها رطبه باش ما تعانيوش من الجفاف ديال البشره في هذا البرد هذا اللي جاي. وبطبيعه الحال تكون دائما البشره ديالكم ناعمه. غندير لكم تجربه على ليكرون ديال مايفا. انتما البنات بالنسبه ليكرون ها هي ليكرون لي انفيزيبل. صراحه كتمسها البشره بسهوله، بطبيعه الحال ناعمه. ها هي شوفوا البنات ليكرون ديال مايفا شحال فنه وكتخلي لك البشره رطبه غزاله. ندوي لكم على النيله ديال مايفا، النيله اللي هي حره، نيله ديال بصح كتعطيك تبييض، كتنقي لك البشره ديالك من الاعماق. كنديروها مع الوصفات ديال التجميل، مع هكا مع جين ناتيف اولا مع دانون مسوس، وبطبيعه الحال نديروها حتى مع التبريمه ملي نبغيو نمشيو للحمام. راه شي حاجه اللي خطيره بزاف. ندويو على مزيل الشعر، كاين ديال البشره الحساسه وكاين ديال البشره العاديه، كنجيبهم بجوج حيتاش انا وبنتي. كاين هذا الكوماج هذا خطير البنات، هذا الكوماج ديال العسل والسكر، شي حاجه اللي طبيعيه وزوينه بزاف. هانتوما البنات التكستور ديالو كي داير، عرفتوا هذا ملي كيدار على البشره كيعطيها واحد النضاره زوينه وفي نفس الوقت كيخلي لك البشره ديالك رطبه وزوينه، وواحد الريحه فيه ريحه اللي فنه غزاله ما كرهتكمش تشموها البنات. ندوي لكم على الكوماج ديال القهوه، تحيدات ليه التيكي ديال هنايا. المهم بطبيعه الحال القهوه الفوائد ديالها على البشره راه كتار وكتار بزاف، عندها بزاف ديال المنافع. هاد الكوماج ديال القهوه كينقي البشره من الاعماق. حاولوا انكم حتى هو تجربوه. هاد لي برودوي انا مجرباهم وصراحه مجربه بزاف في مايفا، مي اللي مداومه عليهم بزاف هما هادو حاليا. كاين الكريم دو جور ديال المورينغا والفيتامين سي، صراحه شي حاجه اللي زوينه وزوينه بزاف. كيرطب البشره، كيعطيها واحد النضاره رائعه. وما نساوش اننا ندويو على السيروم ديال المورينغا، كنديرو بالليل، وإلا ما درتوش تندير هذا. الا ما درتش السيروم تندير هذا الويل ديال السيروم ديال لالوي فيرا واللوز. صراحه عنده نتيجه هو خطيره وخطيره بزاف. حاولوا تجربوها البنات، راه والله ما تخسروا والو، انما عاد تهلاو بطبيعه الحال في البشره ديالكم. نرجعوا للحمام. هذا صابون البلدي بالخزامه، شي حاجه اللي طوب زوينه يا البنات، حاولوا تجربوه. العنايه بالاسنان، كناخذ هذا البندوبوش والمبيض والدونتيفريس، حاجه طبيعيه ورائعه للغايه، واكيد معالج حتى للمشاكل ديال اللثه والفم. كاينه هاد الصابونه ديال الاتان اللي ما جربها غير ينوض يجربها، راه كتعطي نتيجه خطيره للبشره، كتنقيها من الاعماق، كتعطيها الصفاء والنضاره وكتبيض البشره مع المداومه. بالنسبه للعنايه بالشعر، عندكم هاد الزيت ديال الحبه السوداء وزيت الخرويع اللي عندها الشعر مازال خفيف وبغات تهلا فيه، وممكن ديروا حتى الحجبان ديالها او لا لهادو الحجبان و تمشى. المهم راه مشات ليا سميه، راك على بالكم. بطبيعه الحال الشفار والحجبان كتعطي نتيجه زوينه. زيت الخرويع ومزيانه حتى للطفار اللي بغات تقوي الطفار ديالها. ما ننساش بالنسبه لمشاكل الالام، حاولوا انكم تاخذوا هذا ويبقى عندكم في الثلاجه ديالكم، راه زوين وزوين بزاف. انا راه ما دويت لكمش على كلشي في مايفا، كونوا على يقين ان هذا الشيء والو من داكشي اللي في مايفا. كاين الجيل بيغ صراحه راه كاين عندي غير ما جبتوش، شي حاجه خطيره وخطيره بزاف، مزيان يكون عندك في لا فارماسي ديالك ديال الدار. وبالنسبه للمنتوجات كاملين ديال مايفا راه مصادقه عليهم وزاره الصحه ووزاره الفلاحه، حاصلين على شهاده ديال الايزو. انا عطيت لكم هذا الفيديو هذا باش تاخذوا نظره ولو صغيره على البرودويات اللي كنستعملوهم. صراحه اللي ما عرف مايفا راه مازال ما تعرف على الجوده الحقيقيه. الجوده والاناقه ما كاينه هي عند مايفا. مرحبا بكم.